هو احنا ليه بنحب محمد صلاح؟ بلاش احنا عندنا مليون الف سبب نقوله. ليه العالم كله بيحب محمد صلاح؟ ليه الناس في تركيا متجننه بصلاح؟ لو عايز اجابه مختصره هقولك عشان ناجح، بس مش اي انسان ناجح بيبقى زي صلاح. الموضوع باختصار شديد النجاح دايما بيتقاس بحاجتين: الارقام والتاثير، وصلاح عمل الاثنين. لو هنتكلم عن الارقام سريعا، تخيل ان صلاح ثالث هداف في تاريخ نادي باسم ليفربول، نادي بقاله 130 سنه، واحد من اكبر انديه العالم. صلاح لعب معاه 442 ماتش وعمل 377 مساهمه تهديفيه. صلاح خد هداف الدوري الانجليزي 4 مرات، خد دوري انجليزي مرتين وتشامبيونز ليج، وعمل بطولات وارقام صعب ان اي حد يوصل لها. لكن التاثير بتاع صلاح هو الاهم. تخيل ان واحد اسمه محمد، واحد مسلم عربي، الكومبو ده متخيلين بيلعب وبيتألق وما شفناش ولا سمعنا عنه اي حاجه وحشه، ووصل اكبر واهم رساله للناس ان ديت صوره اللعيب المصري، وديت صوره اللعيب العربي، وديت صوره اللعيب المسلم. لان صلاح بعد ما كان بيجيب كل جون كان بيقعد يسجد وبيشكر ربنا. اللايف ستايل بتاع صلاح كله عمرنا ما شفنا عليه اي حاجه وحشه، ودوت مدى التاثير بتاع صلاح. ان صلاح انسان محترم، لعيب بيلعب كوره للكوره، بيستمتع بالكوره وبيأدي رسالته كلاعب محترف. واعتقد ديت من اهم مميزات صلاح، وديت اللي مخليه دايما الناس بتحبه. واكتر حاجه بتخلينا نحب صلاح هي ان هو خلانا نصدق، خلى ناس كتير تصدق ان هي ممكن توصل، خلى اطفال كتير يصدقوا ان ممكن يبتدوا حتى لو كانوا فقراء، حتى لو كانوا بيلعبوا في ملاعب او انديه ضعيفه، لا هم ممكن يوصلوا. فصلاح ادى الناس كتيره جدا الامل، وحسسنا دايما ان احنا ممكن نحقق ده، وحسسنا دايما ان احنا ممكن يطلع من عندنا لعيب يشيل دوري انجليزي ويشيل الشامبيونز ليج. انا شايف ان انتقال صلاح لاي نادي هو مكسب ليه، وانتقاله لتركيا تحديدا كانت خطوه ممتازه، لان تركيا من البلاد اللي بتحب الكوره وبتعشق الكوره، ودينا شفنا استقبال صلاح عامل ازاي. فتخيلوا كل ماتش هيبقى الملعب متقفل وكل الناس بتقول يا الله بسم الله محمد صلاح. ده الهتاف اللي هم عملوه له. فهنيئا لتركيا وللتراكوة صلاح، وهنيئا لينا احنا نجمنا المصري اللي دايما مكسر الدنيا، فخرنا. سيبوا لي رايكم في الكومنتات، هل خطوه انتقال صلاح لتركيا كانت خطوه كويسه ولا انت ضد الخطوه دي؟